شعرك بيقع؟ باهت؟ ومش بيطول؟ غالباً المشكلة مش في المنتجات، المشكلة في عادات يومية بتعمليها من غير ما تاخدي بالك. أول خطوة للعناية بشعرك هي معرفة نوعه، هل هو دهني أو جاف أو مختلط أو عادي؟ لأن كل نوع يحتاج روتين مختلف ومنتجات مناسبة للحفاظ على صحته ولمعانه. اختيار الشامبو المناسب لنوع شعرك مهم جداً، فالشعر الدهني يحتاج تنظيف عميق، بينما الجاف يحتاج ترطيب وتجنب المنتجات التي تحتوي على مواد قاسية مثل السلفات. الترطيب يحافظ على مرونة شعرك ويمنع التقصف. استخدمي بلسماً بعد كل غسلة وماسكات طبيعية أسبوعياً مثل زيت جوز الهند أو الأرجان لشعر ناعم وصحي. الاستخدام المفرط للحرارة مثل المكوى والسشوار يسبب تلف شعرك. حاولي تقليلها واستخدمي واقي حرارة قبل التصفيف للحفاظ على قوة الشعر ومنع الجفاف والتقصف. صحة شعرك تبدأ من الداخل. تناولي أطعمة غنية بالبروتين والفيتامينات مثل البيض والمكسرات والخضروات لتقوية الشعر ومنع التساقط وتحفيز نموه بشكل طبيعي. غسل شعرك بطريقة صحيحة يحافظ عليه. لا تغسليه يومياً لتجنب الجفاف، واستخدمي ماء فاتر بدل الساخن مع تدليك فروة الرأس بلطف لتحفيز الدورة الدموية. بعض العادات تضر شعرك مثل ربطه بشدة أو تمشيطه وهو مبلل. استخدمي مشطاً واسع الأسنان واتركيه يجف طبيعياً لتقليل التكسر والحفاظ على صحته. قص أطراف شعرك بانتظام يساعد في التخلص من التقصف ويجعل الشعر يبدو أكثر كثافة وصحة. يفضل قصه كل 6 إلى 8 أسابيع للحفاظ على مظهره. الشمس والتلوث يؤثران على شعرك. استخدمي قبعة أو منتجات حماية من الشمس، واغسلي شعرك بعد التعرض للغبار للحفاظ على نظافته وصحته. الاستمرار على روتين عناية مناسب هو السر. النتائج لا تظهر فوراً، لكن مع الالتزام ستلاحظين تحسناً كبيراً في قوة ولمعان وصحة شعرك مع الوقت. قوليلي في الكومنت نوع شعرك إيه، وأنا حقولك روتين مناسب ليكي. وما تنساش اللايك علشان يوصلك كل جديد.